السلام عليكم جميعا، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بافضل واحسن حال وانتوا بتسمعوا فيديو النهارده طلبتوه مني بشكل كبير، فانا قلت ان بلاش اتاخر عليه لانه خلاص بقى ده وقت وانا لازم ما اتاخرش عليكم اكتر كده بالفيديو ده. فيلا سريعا نبدا الفيديو بتاعنا. ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه علشان كل فيديو جديد يوصل لكم، واهم حاجه ان انتوا تفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصل لكم النوتيفيكيشن كل فيديو جديد انا بنزله. وخلينا نبدا بالفيديو بتاعنا. وكمان طلبتوا مني ان انا اعمل لكم لثالثه اعدادي وسته ابتدائي. مش عارفه، بعد اسال نفسي ان في يعني بنات صغيره كده تسمعني سته ابتدائي وكده وبيطلبوا مني، ف اتس اوكي. فالفيديو عموما هيبقى مفيد لاي طالب في اي مرحله دراسيه. عارفه ايه مشكله الجو اليومين دول؟ الجو النهارده حر موت، غير ان المروحه عطلانه. يعني المروحه حاجه فظيعه. عايزه بس كده اوريها لكم ثانيه. شوفوا هي كده، هي المفروض ان هي اصلا شغاله. هي يعني شايفين الحركه البطيئه بتاعت ايه ده؟ ليه كده؟ وهنا انا لما هديكم نصايح فهي هتبقى يعني مختلفه لمرحله لمرحله، لان الابتدائي مش بيبقى زي الاعدادي، مش بيبقى زي الثانوي. في ايه؟ في حته الحمل مثلا. يعني لو سته ابتدائي هي زيها زي اي مرحله عادي، زيها زي خمسه ابتدائي، زيها زي اولى اعدادي، تانية اعدادي الدنيا تمام مفيش اي مشكله. تالته اعدادي الحمل بيبقى شويه زياده بس برضو بسيطه. يعني لو انت مثلا حلمك ان انت تدخل ثانوي، فهو عادي. يعني مثلا بتبقى اللي انت جايب تقريبا 230 225 حسب ما اتذكر، يعني بيبقى انت ممكن تسيب درجات كويسه، غير ان هي من غير اعمال سنه، وغير ان هي اللي انت بتذاكره بتدخل تلاقيه، فالدنيا سهله. تالته ثانوي الحمل لا كبير، لا اكبر حمل بقى. كفايه ان دلوقتي اصلا كلمه الثانويه بقت بتلعب، بقوا بيعملوا عليها مواويل. ف اتس اوكي ان انا ان انتوا في الحته دي بتاخدوا شويه زياده. قلنا بقى نركز كده مع بعض، واول حاجه هقولها لكم ان انتوا اي طالب لازم هو مثلا بادئ السنه الدراسيه بتاعته يبدا اللي هو ينظم السنه بتاعته، يبدا اللي هو ينظم. طبعا بتختلف ان هي لو سنه واللي هي لو ترم وترم. تالتة ثانوي مثلا هي بتبقى سنه على بعضها، تالتة اعدادي على ما اعتقد هي ترم وترم. فبيبداوا ينظموا الجدول بتاعهم لو ماشيين بجدول، لو مش ماشيين بجدول فاكس اصلا خلاص بيبقى عادي. بس اللي انا انظم انا هبدا ازاي، بلاش شغل العشوائيه في الدراسه، لان العشوائيه في الدراسه دي مش حاجه كويسه خالص، مش حاجه حلوه خالص ان انت ماشي بعشوائيه. فانا بالتالي ما عنديش هدف. فلا انا لازم ابقى محدده هدفي لو انا في ثالثه اعدادي بالذات، او لو انا في ثالثه ثانوي برضو. اما سته ابتدائي انت كده كده منقول لسنه اولى اعدادي، فالدنيا تمام، الدنيا سهله مفيش اي مشكله. بس هتذاكروا بطريقه كويسه. يعني برضو مشكله الدروس ان امبارح برضو كان حد بيكلمني عن ثالثه اعدادي اللي هو مش عارف يبدا مع مين، مدرس ايه، ده بيقول كويس وده بيقول كويس. انا ردي كان ان لو المدرس ده حتى شاطر، انا بقول عليه شاطر، انت ممكن تيجي جربيه حد تاني ما يفهمش منه. يعني المدرس انا لازم ابقى فاهمه منه، وابقى احب الماده برضو، لازم ابقى حابه الماده. لان في ناس تقولك الرياضه انا بكرهها، انت مجرد ان انت تقولي انت كارهه ماده دي خلاص انت مش هتبقي كويسه فيها ومش هتعرفي تحلي فيها ومش هتحبي المدرس زي ما انت كرهتي الماده عادي جدا. فلازم بلاش كلمه انا مش بحب الماده او الماده صعبه. انا عادي ممكن بالمذاكره هتبقى سهله والدنيا هتمشي اوريدي تمام. ودي هتنقلنا على بوينت تانية اللي هي مشاركه الشرح، ودي حاجه انا نفسي كانت بتفرق معايا جدا. هو اللي انت بلاش ان انت وانت بتذاكر حاجه تبقى بتذاكرها عباره ان عينك هي اللي بتمشي عليها بس، لا انت لازم اكنك بتشرح لنفسك، اكنك بتشرح لحد صاحبك، تخيل اللي تخيله. تشرح، لا حتى لو اختك قاعده جنبك، اخوك، اي حد، المهم ان انت تحاول تشرح زي المدرسين. الموضوع ده هيفرق معاكوا جدا. ودلوقتي هنيجي لنقطة مهمة وهي طاقة المكان. والمكان برضو بيبقى ليه عامل على طريقة المذاكرة بتاعتنا. لو احنا قاعدين في مكان فيه تشتت، مكان مش نظيف، مكان مش مرتاحين فيه، فاوريدي احنا مش هنعرف نركز، هيبقى فيه جزء من التشتت بتاعنا، واحنا مش هنبقى مدين تركيزنا كله او مش هنبقى مرتاحين، فبالتالي مش هنقدر نحصل يعني نسبة المذاكرة ان احنا بنبقى محتاجينها. فاول حاجة لازم تخصصوا مكان انتوا بترتاحوا فيه مناسب ليكوا بعيدا عن اي تشتت، وتبداوا اللي انتوا تذاكروا فيه، ومع الوقت تبداوا تغيروا فيه، لان برضو المكان بيبقى ليه نسبة على التركيز وعلى طريقة المذاكرة بتاعتنا. برضو هقول لكم على علاج التسويف المزمن، ان احنا نفضل نأجل المذاكرة بتاعتنا، عشان اوريدي احنا لازم نشوف لنا حل في الموضوع ده. احنا
مفيش طاقه ان احنا نذاكر، مفيش اي حاجه. احنا ممكن مثلا ان احنا نقوم نعمل حاجه بنحبها، حاجه سريعه، وبعدها خلاص انا هجيب الكتاب قدامي، انا هبدا ان انا اذاكر واحده واحده وافكر في حاجه هي بتخليني اتشجع اكتر المذاكره، زي هدفي مثلا، حاجه مكافاه احنا بنعملها لما بنخلص مذاكره، او لو انا خلصت كذا فانا بالتالي هكافئ نفسي واعمل كذا. مش فكره الجداول اللي بتبقى ضخمه مليانه بحاجات واحنا في الاول والاخر ما بنعملش بيها، بس احنا معلقينها بحيث ان هي تخضنا، تخلينا اللي احنا لا بلاش ايه العك ده، لا بلاش الحاجات دي. لو انتوا ناس مش بتيجي بحكايه الجداول بلاش تعملوها. طب لو انتوا بتحبوا الجداول والحاجات دي يبقى تنظموها كويس جدا وتخلوها في المعقول. اللي انا هعملها يبقى انا هعمل بيها، مش هعملها هي تبقى زينه وخلاص او اللي انا هكنسلها. لا، حاولوا ان انتوا دايما بلاش برضو التراكم، لان انتوا لو راكمتوا انتوا اللي هتزعلوا في الاخر، وانتوا اللي هتتعبوا في الاخر، وانتوا اللي هتحاولوا تجروا، وانتوا اللي هتصعبوا الامور على نفسكم في الاخر. كمان هقول لكم، لو بالنسبه لو انتوا طلاب في ثالثه ثانوي، طلاب في ثالثه اعدادي، كل واحد كده هو بياخد نصيبه، كل واحد كده هو بياخد اللي مكتوب له. فحكايه ان انتوا مثلا لو ما جبتوش مجموع حاجه معينه تزعلوا هي بتبقى حاجه تزعل، هي بتبقى حاجه تضايق، ولكن مش لدرجه القهره اللي خلاص اللي انا خلاص مش مثلا لو دخلت حاجه معينه انا مش هجتهد فيها، انا هسيب حياتي تبوظ، انا خلاص مش عايزه اكمل الحاجات دي كلها، لان ده بيبقى قله عقل مننا خالص يعني. لان دايما احنا بيبقى مكتوب لنا حاجات احنا بنسعى ليها وربنا بيوفقنا فيها، واي مكان احنا نقدر نثبت نفسنا فيه. وانا دايما مثلا انا دايما كنت خلاص انا عايزه الثانوي، ولما دخلت ثالثه ثانوي دخلت الكليه، خلاص انا طالعه دلوقتي من اولى بامتياز. فانا عايزه اقول لكم ان انتوا المكان اللي تجتهدوا فيه صدقوني انتوا هتلاقوا نفسكم فيه. وكل حاجه لما تكبروا سنه عن سنه انتوا خلاص هتبقى حاجه في دماغكم ان ده نصيب، ده توفيق من ربنا، ده حتى لو انتوا كنتوا كارهين الكليه اللي انتوا دخلتوها، كارهين المجال اللي انتوا دخلتوه، لان برضو من بعد ثالثه اعدادي مثلا مش ثانوي بس بيبقى في حاجات، وفي ناس بيبقى حلمها من بعد ثالثه اعدادي حاجات تانية. ولكن كل واحد عن حلمه. انا مثلا لما كنت في ثالثه اعدادي كنت مبرمجه نفسي ان انا ان شاء الله هدخل ثانوي، وبالفعل كان مجموعي كويس ودخلت الثانوي. وفي ثالثه ثانوي برضو بالنسبه لطلابها دول بقى عشان الضغط بيبقى زياده عليهم لازم يذاكروا من اول السنه، بلاش تراكمات لان التراكمات هتضيعها. ولو حسيت في نفسك ان انت وقعت فانا هقول لكم ان ثالثه ثانوي حرفيا ما فيهاش اكتر من مراجعات. احنا كنا بنراجع 100 مره لان السنه طويله، السنه حرفيا طويله قوي، فبتفضلوا تراجعوا بتحسوا ان انتوا خلاص انتوا شربتوا المنهج 20 30 50 مره. فالموضوع ده لا، بس ده مش معناه ان انتوا تسيبوا من الاول. لو سيبتوا من الاول اصل المراجعه ده بيبقى خلاص بقى تفكير ان احنا هنتذكر ده، فمره عن مره انتوا خلاص شربتوها. بس الفكره ان هي بتبقى ذكاء شويه، لعب في ده فلازم ان انتوا تعودوا نفسكم على ده، لان مش كل حاجه بتيجي بنفس الشكل. يعني احنا مثلا السنه طويله ومثلا ماده مثلا زي الفيزياء بعبع ثانويه عامه، فندخل نلاقي احنا بقى حلينا بصوا من كذا كتب كتيره قوي، مذكرات كتيره قوي. ندخل الامتحانات احنا لو لقينا سؤال نفس اللي احنا حليناه ده بيبقى كويس جدا، ده بيبقى في حد ذاته فعلا حاجه كويسه قوي. فبيبقى فيها لعب، بيبقى فيها ضغط، بيبقى فيها حاجات، فده تركيز شويه، ركزوا كتير وما تزعلوش على مثلا درجات جبتوها في الاول، لان برضه هيبقى في كويزات كتيره قوي مثلا في ثالثه ثانوي. فلو ضعفتوا في حاجه، لو عملتوا في حاجه، لا شوفوا العيب فين صلحوه، شوفوا انتوا ما كنتوش مركزين في ايه. وده الدرجات اللي في الاول دي عمرها ما كانت ليها علاقه بالدرجات اللي في الاخر. عايزه اقول لكم ان في مره كنت جبت في الكيمياء درجه وحشه، الكويز اللي بعده كنت جبت فيه درجه، كان في اول السنه. خلاص انا سبت الموبايل قلت ما خديه، مسحت من عليه كل حاجه، بصوا جيت من الامتحان ايه زهقانه، مسحت كل حاجه. بدات الاحظ ان انا بدات اتغير تماما. فده من ايه؟ ده ان انا كنت دايما مثلا ماسكه التليفون، دايما معطلني، فتحت الفيسبوك بنسى نفسي، فتحت الانستجرام فبلاقي نفسي نسيت نفسي خالص، فتحت التيك توك ايه ده، كنت بقول 5 دقايق داخله اشوف حاجه بدا يسحب معايا لساعه. فلا يعني الموبايل برضو بيبقى عليه عامل، بلاش سوشيال ميديا واحنا في ثالثه اعدادي ثالثه ثانوي، لان ده برضو بلاش في ثالثه اعدادي قوي. زي ما قلت ان الضغط هنا بيختلف، بس طول ما انا مثلا في ثالثه اعدادي بذاكر مش مراكم حاجه، والله ان الدنيا هتبقى سهله تماما. طيب انا ثالثه ثانوي، لا ثالثه ثانوي بيبقى عليها ضغط شويه، ولازم تعمل اللي عليك عشان تبقى راضي باي كليه هتدخلها. رضيت باي كليه هتدخلها انت هتوفق، هتحب اي كليه ربنا هيوفقك في اي كليه هتدخلها، ده بيبقى نصيب، ده بيبقى كرم من عند ربنا، احنا مش عارفين نجاحنا هيبقى شكله عامل ازاي. كده اكون انا خلصت الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان انتم تكونوا بجد استفدتوا، بس انا حاولت ان انا انصحكم بكل حاجه انا جربتها فعلا. وبس كده، وقولوا لي بقى على فيديوهات تاني عايزينها، واشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.